ادعو جواب بين الشاعر علي سعيد السومحي ببطين وشاعر من القبله يعتقدوا انه باع صوبي. جاء هذا القبلي مع سياره مع جماعته ومار على الطريق، ولكن مر بالقريه اللي فيها باسومح، قريه باسومح برير الحصن في زواج، والرجال عجبه الزوامل وشاف العرس وهيش راسه للزامل. المهم قال على اصحابه مروا بي على الزواج. المهم خرج من السياره للزامل مباشر. قال الذي هاجس معاه في الراس صوت الزمل هيش براسي، ان عشت يا راسي كسيتك لاس وان متت ما حاجه اللاسي. جوب عليه باسومح قال لا بن لك عندي ولا محماس، لن كنت في ذا الحصن ماسي، وقد سقيتك في المضامي كاس لا تقول هذا الكاس كاسي. الزعل منها القبلي وقال حيا عدد صبره تشم لنقاس، قد جات من مخلوق قاسي، له عرف عاد قتل المرواس ان كان راسه سد راسي. القبلي اتنفرز وقال جاب قصيده وداعيه على مسمه، ولكن الشطر الاخير ما انا متاكد من حفظه. يقول حيابكم يا ناقلين سلابكم في كامكم وكام حلان البلاد، حيابكم والعسكرة تغرابكم قد هالكم من زام طارق بن زياد.